السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مصر اليوم، خيري عبد رب. تقرير جديد. لقاء الصديقين السيسي وبوتين يشيدان بعلاقات مصر وروسيا. لقاء الصديقين، هكذا يمكن وصف لقاء الرئيس السيسي والرئيس بوتين على هامش القمة الروسية الإفريقية. وصل الرئيس السيسي اليوم الأربعاء إلى مدينة سانت بطرسبرغ لإجراء محادثات مع نظيره الروسي بوتين، وبدأ الرئيسان على الفور محادثات ثنائية. وأشار بوتين في الاجتماع إلى الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين، وقال بوتين إن روسيا ومصر يمتلكان روابط قوية في مجال الطاقة، ومشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يتطور وفقا للخطة الموضوعة. وأضاف الرئيس بوتين: لدينا مع مصر مشاريع واعدة في مجالات عديدة. وخاطب بوتين ضيفه الرئيس السيسي قائلا: اسمحوا لي أن أذكركم إنه في عام 2019 كنتم تترأسون الاتحاد الإفريقي، وبالتالي كنتم مؤسسي هذه الصيغة عمليا، وأنتم الآن تترأسون مشروعا للتنمية الاقتصادية الإفريقية. وأضاف بوتين: ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر بنسبة 28.8% العام الماضي، ومن 5 أشهر من هذا العام ارتفع بنسبة 7% أخرى عن العام الماضي. وبدوره رد الرئيس السيسي إنه يرحب بجميع مبادرات روسيا بشأن التعاون في إفريقيا. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعم الروسي في إنشاء محطة الضبعة النووية ببلاده، مشيرا إلى أن مصر تحتل ثلث حجم التبادلات التجارية الإفريقية مع مصر. وقال السيسي إنه واثق أن القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة، وأكد حرص مصر على تلبية دعوات الرئيس بوتين فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة، وأيضا على مستوى القارة الإفريقية. كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى روسيا بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية. ويذكر إنه تربط الرئيسين السيسي وبوتين علاقات صداقة قوية بدأت منذ أن كان الرئيس السيسي وزيرا للدفاع. تقريرنا انتهى. خيري عبد رب.